مساء الفل يا ست الكل. النهارده بقى هعمل لكم كبده بالرده بس في الاير فراير. حضرتك عايز تعملها في الزيت عادي، بس انا هعملها في الاير فراير وهقول لكم على المقادير. اول حاجه جنزبيل بودر، توم بودر، بابريكا، ملح، كمون، توم، كزبره. تمام. وهنا الكميه دي ليمون، وهحط هنا خل. طبعا في ناس بتستخدم الخل الابيض، ولكن انا بفضل الخل، او انا اللي بستخدم الخل الاحمر. هنحط يعني بقيمه ربع كوبايه، زياده شويه فوق من الربع، شويه دول. وهنا بقى الرده انا عاملها بملح وبهار. والرده يا جماعه في بره في الدول العربيه اسمها نخاله. وهنا دقيق. نبدأ بسم الله. هنفضي البهارات والثوم كده، بعدين هننزل بالليمون، وبعدين بالخل الأحمر. عايز تحط الخل الأبيض براحتك يا ست الكل، كل واحدة ليها طريقة طبعا في شغلها. دلوقتي هنقلب كويس، وبعد كده هنحطها في التلاجة ساعة لحد ما تشرب من التتبيلة وتهدى. دبس الرمان، دبس الرمان يا جماعه، انا عن نفسي بحب دبس الرمان مع المشويات، بيديله طعم جميل قوي، بيبقى حلو قوي. عايزه تحطيه براحتك، مش عايزه برضو انت حره، لكن انا عن نفسي بحبه. شويه قد دول كده. اول حاجه يا ست الكل هنخلط الخلطه دي مع الدقيق. في ناس بتقول لك ايه ان الرده ما بتمسكش في الكبده وبتنزل مع الزيت، علشان طبعا انت ما حطيتيش التركايه دي، الدقيق. هنخلط بقى الدقيق مع الرده والخلطه البهار. لو عايزه خلطه البهار قولي لي في الكومنتات وانا اكتب لكم التفصيل، مش مشكله، الخلطه كامله. هنخلط بقى دول على دول كده كده يا ست الكل، علشان خاطر نبدا نسقط فيهم الكبده. انا بقى هنا هرش شويه زيت على الاير فراير. وخلي بالك يا ست الكل، الاير فراير لازم تكون سخنه، فتشغليها قبل ما ما تحط الكبده جوه. هنبدا بقى نحط الكبده في الرده، ونقول بسم الله. طبعا لازم تتغرق كلها بالرده والخلطه الحلوه بتاعتنا. ونحط كده ونضغط بقى كده عشان تبقى ايه، حاجه كده ايه من على وش القفص. تمام كده يا جماعه. نمسكها بقى كده ايه، نفطه صغيره كده، ونكمل بقى الكبده كلها. دلوقتي نحطها في الاير فراير علشان مستر بندق يتعشى. ودلوقتي يا جماعه هناخد الكبده ونحطها في الاير فراير بعد ما رشينا زيت في الارضيه. هنحطها بالشكل ده، وبعد كده ثواني بس اظبطها، بس نظبطها عشان ايه ما يبقاش حاجه فوق حاجه، عشان انا بحب القطع الكبيره. وهنرش زيت، ثواني، رشه زيت من فوق خفيفه. نظبط درجه الحراره على 200. تمام. والوقت على 10 دقايق، وندي اوكي. بسم الله نبدأ. دلوقتي يا جماعة عدى جزء من الوقت، يعني بقى دقيقتين. هقلبها طبعا عشان تتظبط. بسم الله. ايوه، نقلبها كده عشان يبقى وش وظهر. بسم الله ما شاء الله. ايوه كده، هي رجع نشغلها تاني اوتوماتيك، هي شغاله. نكمل بقى الدقيقتين اللي فاضلين ونشوف. كده الوقت خلص. بسم الله. لا، انا بتهيألي هي لسه نية شويه، فانا هديها كمان 5 دقايق علشان تبقى مستويه مظبوط. بسم الله.
تعالى، انا عايز درجة حرارة 200. ايوه، واديها 5 دقايق. بسم الله. كده خلصت، بسم الله. نطلع بقى عشان خاطر نشوف استوت قد ايه. بسم الله. بصوا بقى يا جماعة، انا هقطعها بالسكينة علشان خاطر لو نزلت سائل صغير يبقى لازم تستوي تاني. لا، ما نزليش سائل صغير، استوت زي الفل. الف هنا عليا طبعا عشان انا اللي هاكل، والف هنا قلوبكم اللي يعملها ويجربها في الاير فراير، جميله جدا.